السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اللهم صل على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله معانا بداية دورة جديدة. وطبعا يا جماعة قبل ما ننزل الفراخ لازم نكون مجهزين المكان اللي هنربي فيه. يعني ايه مجهزين المكان؟ ما ينفعش اللي احنا نجيب الفراخ ونبدأ نجهز، لان الفرخ ممكن يسقع منك وينضر منك. فاحنا عايزين قبل ما ننزل الفراخ قبلها بيوم باتنين هنكون مظبطين المكان زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. بنبدأ ندفي المكان قبلها بيوم. نزود الفرش بتاعنا زي ما انتم شايفين. الفرشة ما تقلش عن 5 سنتي. لو وصلت ل7 و8 سنتي بيكون احسن، عشان خاطر الرطوبة اللي بتبقى في الارض. لان انت ممكن تكون مدفي من فوق، ولما بتنزل الفراخ بتلتم على بعضها. ويكون التدفئة كويسة والجو كويس وما فيهوش اي مشاكل. بس يا جماعة الرطوبة اللي في الارض هي اللي بتخلي الفرخ يتلم على بعض. لو انت مسكت الفرخ ولقيت انت مثلا مظبط درجة الحرارة من فوق ومسكت الفرخ، هتلاقي الرجل بتاع الفرخ ساقعة من تحت. سببه ايه؟ ده سبب ان الرطوبة زايدة في الارض. طب بنعمل ايه عشان نبعد الرطوبة عن الفرخ والفرخ يبدأ ينتشر في المكان ويجري في المكان كله؟ بنبدأ نزود الفرش بتاعنا. يعني نحط من 5 ل7 سنتي، وممكن تزود شوية مفيش أي مشكلة. سواء بتفرش تبن، بتفرش نشارة، بتفرش قش رز. المهم اللي انت تزود الفرشة تحت الفرخ عشان خاطر الرطوبة. احنا في شتاء والأرض بتطلع رطوبة، فلازم نكون مزودين الفرشة بتاعتنا. طبعا المكان اللي قدام حضراتكم ده متر ونص في حوالي متر وربع. تمام. أنا هنزل النهاردة 100 فرخ. كنا بننزل 50، فانا هنزل 100. فالتحضير اللي انا هحضنه حاليا دلوقتي متر ونص في متر وربع. في فترة التحضير ما تحاولش توسع المكان قوي، عشان خاطر ما تاخدش تدفئة كتير والفرخ يبدأ يتلم على بعضه. هتبدأ تعمل ايه؟ لو انت عندك 50 فرخ هتحضن في متر، هتحط طبعا سقاية او سقايتين في الاول مع علفتين صغيرين، فهياخدوا نص متر، يبقى الفراخ في نص متر. كل ما تحكم الفراخ تعرف تدفي المكان كويس وما تستهلكش تدفئة كتير. زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم انا حاطط 4 لوند 200 وواحدة 100. طبعا الاربعه 200 دول انا حاططهم من امبارح يدفوا المكان، عشان خاطر لما اجي انزل الكتاكيت يبدا المكان يكون دافي، الكتكوت يبدا يجري في المكان كله وينتشر في المكان كله. طبعا حاطط 4 200 وواحده 100. ممكن لما انزل الكتاكيت والاقي الجو مثلا درجه الحراره مرتفعه، هبدا ارفع لمبه، اشيل لمبه، ارفعهم لفوق شويه. لازم ادفي الفراخ اول 3 ايام تدفئه كويسه، لان احنا في الشتاء فلازم تدفي الفراخ كويس. طب الناس اللي هي بقى بتقول طب لو النور قطع لازم تكون مجهز شعله في المكان، عشان خاطر لو النور قطع ربع ساعة وانت مدفي المكان كويس كده الفرخة هيتدمر منك لو انت مش مجهز الشعلة. بتجهز الشعلة بتبقى موجودة في المكان بأنبوبة. أول ما النور يقطع بتبدأ تشغل الشعلة عشان خاطر تدفي الفراخ ما يحصلهاش أي مشاكل، هيتني الفرخ معاك كويس. فطبعا النهاردة التلات يا جماعة، النهارده 14/2. النهارده التلات 14/2. اول يوم النهارده ان شاء الله في الدوره الجديده دي، دوره رمضان باذن الله. هنبدا نجيب الفراخ مع بعضنا واعرف حضراتكم هتستقبلوا على ايه بالطريقه الكويسه. لو عايزين فراخكم توصل لحد 3 كيلو 3 كيلو ونص في اقرب وقت، وبدون اي مشاكل وبدون اي اسهالات وبدون كساحات وبدون موت مفاجئ وبدون الكلام ده كله، ان شاء الله هنعرفه في الفيديو ده. بس يا ريتك تسمع الفيديو من البدايه للنهايه عشان تستفيد منه، لان الفيديو ده مهم جدا. واهم حاجه استقبال الكتاكيت اول يوم مع التدفئه. هنبدا نجيب الفراخ ونبدا مع بعض. سمي الله كده مع بعضنا. اول حاجه بسم الله. طبعا ده عمر يوم عشان خاطر حضراتكم تبقوا عارفين. اعرف حضراتكم كل حاجه بالتفصيل. بس اهم حاجه انك تدفي المكان كويس عشان خاطر تاخد فرخ كويس وبدون اي مشاكل. طول ما انت مدفي المكان اعمل حسابك ان الفرخ هيبدا يجري في المكان وهينتشر في المكان. غير يا جماعه انكم لو انتم مش مدفين المكان اعمل حسابك ان الفرخ مش هيجري في المكان وهتلاقيهم اتلموا على بعضهم. ودي بتبقى مشكله في اول الاستقبال. الاستقبال يا ريت تخلي بالكم منه، لان ده اللي هيعرف حضراتكم بقى ان كنت هتاخدوا دوره كويسه او مش هتاخدوا دوره كويسه. لو انت مهتم ان شاء الله هتاخد فرخ كويس. هنبدا نجيب الكرتونه الثانيه. زي ما انتم شايفين جبنا الكرتونه الثانيه. طبعا الفرخ لسه جاي، فبتبقى المناعه بتاعته لسه يعني ضعيفه جدا. ليه؟ لان على ما بيجي من المعمل او بيجي من الشركه، على ما بيجي للتاجر والتاجر يجيبه لي، بيبدا زي ما انتم شايفين كده الفرخه برضه بيبقى عنده زي نظام خمول كده، لحد ما تبدا تحط له الميه وتستقبل بالعسل او بالمحلول الجفاف. يبدا الفرخ يشرب، يبدا مناعته تبقى
كويسه زي ما انتم شايفين. دول 100 عشان خاطر حضراتكم تبقوا عارفين اهوت. بعد ما نزلنا الكتاكيت زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم، طبعا انا شلت اللمبه ال100 وزودت ال200 لان طبعا لقيت الجو كده لسه ساقع على الفراخ. تمام. زي ما انتم شايفين النوع ده يا جماعه نوع اسمه روس الوادي، شركه الوادي. عشان اللي هيسالني، انا منزل الفرخ ب 25 جنيه. منزل الفرخ النهارده الثلاث 14/2 منزل الفرخ ب 25 جنيه. طبعا اهم حاجه برضو هنتكلم عن الفرز ونتكلم عن الشركه، لان طبعا الفرز ده اللي هيفرق معانا كتير جدا. الناس اللي هي بتروح تجيب الفراخ مريشه وبتجيب الفراخ بتبقى ناشفه بايته عند التاجر بقالها يومين وثلاثه، اعمل حسابك لما تجيب الفرخ كده مش هيديك تحويل، مش هيديك تحويل كويس. فهنعمل ايه؟ ما نروح عند التاجر او عند المعمل اللي بنشتري منه، نشوف الفرخ الاول اللي احنا بناخده في ريش ابيض في جناحاته. ما هو في ريش ابيض بيبقى ريش ابيض طويل، ده بيبقى الفرخ بايت عنده بقاله يومين او ثلاثه وممكن 4. ما هو الفرخ طول ما هو طلع من الفقاسه او نزل من البيضه الفرخ ممكن يقعد لحد 6 ايام او 5 ايام بدون ما يحصل له اي مشاكل بدن، ولا اكل ولا شرب، ولا اكل ولا شرب. هيتنيه زي ما هو، بس هيبدا يريش، هيبدا يطلع له ريش في جناحاته. تيجي انت تاخد الفرخ مهما تاكل فيه تلاقي الفرخ اخره كيلو وربع، كيلو 300، كيلو 400، وممكن يوصل معاك لحد 45 يوم وتلاقيه كيلو وربع، كيلو 300، كيلو 400، وممكن كيلو ونص بالعافيه. تمام. طب نعمل ايه لما نيجي نشتري الفرخ اللي هو الابيض التسمين اللي هو كتكوت اللي هو قدام حضراتكم عمره يوم؟ ما نجيبش الفرخ يكون مريش في جناحاته. يعني ايه مريش في جناحاته؟ يعني ما فيهوش ريش في الجناح اللي هنا ده، يبقى فيه ريش ابيض. لو لقيت فيه ريش ابيض بلاش منه. تمام كده. طيب عايزين نعرف بقى الفرز الاول، الفرخ في مناعه كويسه وفرز اول ولا مش فرز اول؟ عايزين نعرف الكلام ده كله. لما بنجيب الفرخ يا جماعه او بنروح عند التاجر او في المكان اللي احنا بنشتري منه، لو انا مسكت الفرخ كده وقمت سايبه على ايدي وقلب على طول قبل 3 ثواني، اتكلمنا قبل كده كم مره، اعرف ان ده فرز اول، اعرف ان ده فرز اول. لو عدى 3 ثواني، يعني لو جبت فرخ اهوت مثلا وحطيته على ايدي اهو ماشي، ما قلبش كده زي ما انتم شايفين، عدى ال3 ثواني وصل ل5 ثواني، اعمل حسابك اللي ده فرز تاني. طب لو عدى ال5 ثواني اعمل حسابك اللي ده فرز تالت او صردة. فده لو ببلاش ما خدهوش لان هياكل ومش هيديني وزن. يبقى احنا ندور على الفرز الاول وندور على الشركه الكويسه ويكون حد مضمون ناخد منه عشان ما يحصلش اي مشاكل، لان طبعا العلف غالي والكتكوت غالي، فما تاخدش دوره وتنضرب فيها. يبقى انت لازم تشوف حاجه مضمونه، فرخ مضمون، فرخ كويس، وابدا نزله. طبعا دول 100 فرخ النوع روس شركه الوادي، جايبه ب 25 جنيه الفرخ. انا جايب 100 فرخ ب 2500 جنيه، جايب 100 فرخ ب 2500 جنيه. طبعا العلف رفع برضو عشان خاطر حضراتكم تبقوا عارفين انا بستعمل شركه المجد. العلف رفع 300 جنيه من قيمه 3 ايام. فطبعا منزل الشكاره حاليا دلوقتي، انا بجيب الدوره كلها، ما باجي اجيب الدوره اللي قدام حضراتكم يعني انا جايب 12 شكاره، جايب 12 شكاره علف، بجيب العلف معايا. يعني ما بستناش لما كل مثلا ما الشكاره تخلص اروح اجيب شكاره، لا، انا جبت مثلا 100 فرخ، الفرخ معدلي مثلا من 3 كيلو 3 كيلو 200 جرام، لو جبت شكاره ما فيش مشكله كمان، ما فيش اي مشاكل، بس انا بجيب معدله 3 كيلو علف من عمر يوم لحد ايه نهايه الدوره. لو زاد معايا بقى الفرخ اكل 100 جرام زياده، 150 جرام زياده، ما فيش مشكله بجيب شكاره ثانيه. لكن انا دلوقتي جايب 12 شكاره، جايب 12 شكاره علف بادي على نامي، يعني انا جايب بادي وجايب نامي، ما بجيبش انا ناهي. تمام. طبعا اعرف حضراتكم برضه عشان ما اطولش عليكم، هنبدا نستقبل على ايه وايه الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، ايه الجرعه الاولى والجرعه الثانيه. هننزل الجرعه الاولى وننزل الجرعه الثانيه، يا ريت تنزلوها عشان خاطر احنا في الشتاء ما يحصلش اي مشاكل مع حضراتكم، واعرف حضراتكم كل حاجه بالتفصيل وهتستخدموا ايه وهتنزلوها امتى، واعرف حضراتكم. بس هنبدا نجيب الميه ونحط الاول نستقبل الفراخ، وبعد كده اعرف حضراتكم كل حاجه بالتفصيل. اول حاجه هنتكلم فيها يا جماعه، هنكون جايبين سقايه، في سقايه التحضير، ما نروحش نجيب السقايه الكبيره عشان خاطر الكتاكيت ما تغرقش نفسها وتبدا تنبل وتبدا تموت مننا او تكش مننا او يجي لها برد. طب هنعمل ايه؟ هنبدا نجيب سقايه زي اللي انتم شايفينها دي، سقايه 2 لتر، انا بسيبها تحضير لحد 7 8 ايام، وبعد كده ببدا اشيلها واحط الاربعه او السته، يكون الفرخ شد حيله بقى معانا كويس،
بنبدا نحط السقايه الكبيره. طبعا انا ببدا اجيب الميه وبخليها فتره. يعني ايه بخليها فتره؟ بجيب شويه ميه واسخنهم على البوتاجاز اخليها فتره معايا. ما ينفعش ان انا اجيب الكتكوت زي ما انتم شايفينه قدام حضراتكم في عز الشتاء والجو ساقعه واحط له ميه من الحنفيه. الميه بتبقى ساقعه هتدمر مننا الفرخ. طب نعمل ايه؟ بندفي الميه شويه على البوتاجاز وبعد كده بنبدا ناخدها. وزي ما انتم شايفين كده هنبدا مع بعض نستقبل. هنبدا نستقبل لا اما على المحلول معالجه الجفاف بتاع الاطفال، يا اما على العسل الاسمر. هتقول لي سكر، اقول لك لا بلاش السكر. هتقول لي سكر، اقول لك بلاش السكر. هتقول لي ليه؟ هقول لك السكر بيعمل مشاكل كتيره جدا للفرخ. طب هنستقبل على ايه؟ هنستقبل على العسل الاسمر او المحلول معالجه الجفاف، اي حاجه من الاثنين. طب بنستقبل قد ايه؟ بنسيب الميه قدامهم ساعتين. فانا هستقبل على، طبعا الدوره اللي فاتت كنت مستقبل على المحلول، والدوره اللي قبلها كنت مستقبل على العسل. الدوره دي هستقبل برضو على العسل. لو عايزين تستقبلوا على المحلول، لو مثلا هتحطوا لتر ميه، طبعا اللتر مش هيشربوا منها كتير لان لسه الفرخ ما اكلش برضو والفرخ لسه صغير. فلو سبته ساعتين هيفيض منه كتير برضو. بتحط 4 اكياس محلول جفاف. لو لتر بتحط 4 اكياس محلول جفاف. طب لو نص لتر حط كيسين. تمام كده. لو جايب 50 جاب 40 جاب 30 احط نص لتر واحط كيسين لمده ساعتين. طيب بعد لو هنحط عسل، بتملى السقايه ميه، سقايه 2 لتر وتحط معلقه بيفيض بعد الساعتين بتشيله وترميه عادي. عايز تحط مثلا لتر واحد وتحط نص معلقه مفيش اي مشكله. فانا ببدا اجيب العسل الاسمر واخد معلقه حلوه كده على السقايه ال 2 لتر زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهو. بصوا كده عسل اسمر. هتقول له عسل ابيض اقول لك لا برضه. هتقول له سكر اقول لك لا. استقبل الكتكوت على العسل الاسمر، اديله مناعه الاول كده الاول، او استقبل على المحلول معالجه الجفاف زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهو. بدوب المشروب كويس وبعد كده، والميه لازم تكون فتره. الميه دفوها على البوتاجاز. دف الميه على البوتاجاز، ما تحطهاش ساقعه نوبه واحده كده عشان ما تدمرش الفرخ معاك. احنا عايزين الفرخ يبقى عنده مناعه. تمام كده. هنبدا نحطه للفراخ زي ما انتم شايفين كده. حطيت السقايه بدأ يشربوا معايا. طبعا لما دف الميه واسيبها جنب اللوند اللي محطوطه قدام حضراتكم هتبدا الميه تنها دافيه وكده الفرخ ما ينضرش مننا في اي حاجه. طول ما انت بتدفي الميه كويس ان شاء الله وتحط العسل هيبقى الفرخ معاك زي الفل. وفي حاجه مهمه عايزين نتكلم عليها، على حكايه العلف، لان الناس كتيره جدا يعني بتغلط في حكايه العلف دي والفرخ بيبدا يتدمر منهم. ايه هي حكايه العلف؟ بنبدا نجيب العلف البادي اللي هو ال 23 ده بنأسس عليه فرخنا لحد ما يوصل معانا نص كيلو لحم. طيب هنعمل ايه؟ بنبدا يا جماعه لما بنيجي نحط العلف ما بنروحش نكتر العلف قدام الفراخ، بنحط نسبه بسيطه خالص وكل ساعتين بنزود لهم العلف، لان العلف البادي مع السخونيه اللي موجوده في المكان هيبدا يعفن وهيبدا يدمر مننا الفرخ. طب نعمل ايه؟ نزود كل ساعه كل ساعتين شويه علف وما نكترش، ما اروحش املى العلافات عشان ما ادمرش الفرخ معايا. كل ساعه كل ساعتين. وانت لما بتقعد تزود علف الفرخ يسحب معاك علف اكتر، غير لما تملى له العلافات وتسيبها. حسابك ان الفرخ مش هيسحب معاك، هيسحب معاك اول ما تحط العلف وبعد كده هتلاقي الفرخ ركن في جنب. طب نعمل ايه؟ هنبدا نزود برده كل ساعه او كل ساعتين. كده يبقى انت بتحمي فرخك من اي مشاكل وتاني الفرخ معاك كويس. هنبدا مع بعض اجيب الجرعه الاولى والجرعه الثانيه واوريها لحضراتكم. اول حاجه هنبدا بيها بعد ما العسل هنحط العلف. تمام كده. هنعمل قدام حضراتكم دلوقتي كل حاجه بالتفصيل. هنبدا بعد العسل اللي قدام حضراتكم دوت. ما نبدا العسل هنبدا ننزل الفيتامين ا د 3 اهي. الفيتامين ده يا جماعه هيظبط معاكم مناعه الفرخه اكتر. طيب بنحط قد ايه على اللتر؟ بنحط سنتي على اللتر الواحد. بنسيبه قدامهم من 6 ساعات ل 8 ساعات. هنقول 8 ساعات. تمام. هنحط 8 ساعات فيتامين. 8 ساعات هنحط قدام الفراخ فيتامين لوحده. لو عندنا سقايه 2 لتر هنحط 2 سم، ما تروحش تكتر. طبعا الازازه دي بتعمل بتكفي 100 فرخ. الازازه دي بتكفي 100 فرخ. طيب بعد كده هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نجيب مضاد حيوي. مضاد حيوي زي اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم. اي نوع متاح عند حضراتكم هيكون فيتامين ومضاد حيوي. مش شرط، ممكن ما تلاقيش الحاجه اللي انا بنزلها دي موجوده متاحه عند حضراتكم. يبقى هنجيب فيتامين ومضاد حيوي، اي نوع من الفيتامين واي نوع من المضاد الحيوي. المضاد الحيوي بحط نص معلقه على السقايه ال 2 لتر 8 ساعات. هتيجي تقول لي نحط الاثنين مع بعض، هقول لك لا، حط الفيتامين لوحده والمضاد الحيوي لوحده. الفيتامين 8 ساعات والمضاد الحيوي 8 ساعات. هتيجي تقول لي احط سقايه وسقايه، هقول لك لا،
خلي الفيتامين 8 ساعات، وبعد ما الفيتامين يخلص هنبدا نحط المضاد الحيوي اللي هو قدام حضراتكم او اي نوع متاح عند حضراتكم. تمام كده، ده الجرعه الاولى اول 3 ايام. بعد ال3 ايام ممكن نفوت يوم، تمام، نفوت الرابع ونبدا بالخامس بالجرعه الثانيه، وممكن نبدا بالرابع على طول. تمام. طيب اللي هو اليوم الرابع او اليوم الخامس اللي هنبدا بيه بعد كده، بعد ما نخلص الفيتامين والمضاد الحيوي. الفيتامين والمضاد الحيوي كل يوم 8 ساعات، يعني انا حطيت فيتامين النهارده 8 ساعات، بكره احط فيتامين 8 ساعات، حطيت مضاد حيوي 8 ساعات النهارده، بكره احط مضاد حيوي 8 ساعات، بعد بكره كذلك. تمام كده. طيب بعد كده هنفوت يوم، لو فوتنا الرابع او ما فوتناش هنبدا الجرعه الثالثه. ده كالسيوم وده املاح معدنيه، اي نوع برضو متاح عند حضراتكم، مش شرط اللي موجودين قدام حضراتكم دول، اي نوع متاح عند حضراتكم. طب بنستخدم الكالسيوم والاملاح المعدنيه ازاي؟ الكالسيوم بنستخدمه 8 ساعات، سنتي على اللتر. تمام كده، سنتي على اللتر. طيب الاملاح المعدنيه معلقه على سقايه 2 لتر، هيختلف عن المضاد الحيوي، معلقه على سقايه 2 لتر. طول ما انت بتنزل الجرعه الاولى والجرعه الثانيه واستقبلت كويس مع العلف، ان شاء الله هتاخد فرخ كويس وبدون اي مشاكل. برضو لما الفراخ تخلص هبدا احط العلف واحط الايه الفيتامين اللي انا بعد اللي هو العسل اللي قدام حضراتكم، وارجع لحضراتكم تاني. ما انتوا شايفين كده، بعد ما عدى الساعتين حطيت طبعا الفيتامين زي ما انتوا شايفين في السقايتين، وطبعا حطيت طبقين اللي هم بتوع السقايه الكبار. لو عندكم بقى تحضير لحد 3 ايام مفيش مشكله، بس زياده عن كده بلاش. خلينا 3 ايام بس. وطبعا حاطط علفتين دول طبعا ل 100 فرخ. اهم حاجه هنتكلم فيها، انا لما انا حطيت الميه وحطيت الفيتامين، الميه اللي انا حطيتها حاليا دلوقتي برضو دفيتها على البوتاجاز، ما ينفعش ان انا احط ميه ساقعه. هندفيها شويه مع صهد اللمبه او صهد الحاجه اللي انت بتدفي بيها، هيبدا الميه تلاقيها دافيه وكويسه وما فيهاش اي مشاكل. كده يبدا الفرخ يتحول معاك، كده الفرخ هيبقى معاك زي الفل. بس اهم حاجه التدفئه، ويكون التهويه بسيطه خالص وما تكونش مباشره على الفرخ، والتهويه من اول يوم وبتكون بسيطه خالص. يعني لو اول ساعتين انت مقفل كويس، وبعد ما تدفي المكان والمكان يبقى كويس، لو فتحت تهويه بسيطه خالص بس، عود الفراخ من العمر الصغير على التهويه عشان الفرخ ما يحصلوش اي مشاكل، ويتني الفرخ معاكم كويس. زي ما انتم شايفين الفراخ بتاكل هي، ده علف بادي تركيز 23%. انا بستخدم شركه المجد، علف ناعم زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم، مش مكتر. لو انتم بصيتوا في العلافه ما فيهاش كتير، والطبق اللي قدام حضراتكم ما فيهوش كتير. ليه؟ عشان انا كل ساعه كل ساعتين هبدا ازود عشان العلف ما يعفنش ويدمر الفرخ مني. طول ما انت بتراعي الفراخ او بتهتم بالفراخ من الاول، اعمل حسابك انك هتاخد فرخ كويس وبدون اي مشاكل. بس يا ريتك تهتم بس بالفرخ واهتم بالتدفئه عشان خاطر، والفرش يكون زياده عشان الفرخ ما يحصلوش اي مشاكل، ويتاني الفرخ معاكم زي الفل وما فيهوش اي مشاكل. ده طبعا عمر يوم. النهارده 14/2، النهارده الثلاث، منزل الفرخ ب 25 جنيه، جايب شكاره العلف ال 25 كيلو علف المجد اللي هي شركه المجد، جاب الشكاره ب 510 جنيه. طبعا انا جبت الايه 12 شكاره للدوره، لو احتجت شكاره هجيبها بقى وقتها زي ما يكون السعر، مفيش اي مشكله. طبعا النوع رص شركه الوادي، عشان برضو اللي هيسالني تاني اهم حاجه هنتكلم عليها التدفئه. دفي المكان، خلي الفراخ تنتشر في المكان عشان خاطر تاخد فرخ كويس بدون اي مشاكل. يا رب يا جماعه يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هننزل لحضراتكم كل يوم فيديو، واللي عنده اي مشكله او عنده اي حاجه ممكن يكتب لي في التعليق وانا تحت امركم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.